أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات الصيدلة المتميز. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن كريمات الحماية من الشمس. في الفيديو ده إن شاء الله هنعرف ليه لازم أستخدم كريم الحماية من الشمس أو إيه أهمية الكريم ده، وإزاي أختار النوع المناسب لبشرتي، وإزاي أستخدمه على البشرة، وشوية أسئلة كده الناس فاهمة إجاباتها غلط إن شاء الله نحاول نصححها مع بعض. في الأول وقبل كل حاجة، ليه لازم استخدم كريم حماية من الشمس؟ علشان الشمس فيها نوع من الأشعة اسمه الألترا فايلوت اللي هي الأشعة فوق البنفسجية، ودي نوعين من الأشعة اليو في اي واليو في بي. الأشعة ديت لما بتنزل على الجلد زي ما ليها أهمية كبيرة إن هي بتستخدم في إنتاج جلد الفيتامين د، ليها برضو أضرار كتيرة على الجلد زي إنها بتعمل مثلا حروق الشمس أو بتعمل التصبغات. لذلك لما بتلاقي الجزء اللي بيتعرض للشمس دايما بتلاقي أغمق شوية من الجزء المتغطي، والناس اللي بتتعرض دايما باستمرار للشمس بتلاقي بعد فترة بدأت تظهر عندهم تصبغات سواء في البشرة أو في الأكتاف أو الإيدين. طيب رقم ثلاثة إنها بتسبب التجاعيد المبكرة. طبعا بتلاقي الناس اللي بتتعرض للشمس باستمرار عند سن ال 35 سنة، عند سن ال 40 سنة بدأ يظهر عندهم تجاعيد وتجاعيد كبيرة في الوجه. ثانيا، ازاي بتشتغل كريمات الحماية من الشمس؟ عن طريق حاجتين. ان انا لما بحطها على الجلد في كريمات بتعكس الأشعة بتاعة الشمس، ودي خاصة بالأشعة بي. وفي نوع تاني من الكريمات بيمتص في الجلد، بس ده بدل ما يخلي الأشعة تعدي للجلد بيمتص هو الأشعة وبيحميه، وده خاص بالأشعة إيه. مؤخرا الشركات بدأت تعمل ميكس ما بين الاتنين علشان تبقى الحماية من الأشعة اليو في اي واليو في بي. فتأكد وانت بتشتري الكريم او انت بتشتري الكريم اتأكدي ان هو عامل الحماية موجود، اللي هو الاس بي اف هنتكلم عنه دلوقتي، وموجود جنبه كده يو في اي. طيب ايه هو عامل الحمايه اللي انا قلت عليه دلوقتي؟ الاس بي اف اللي هو السان بروتكشن فاكتور، وده معناه ان ان الكريم ده بيحمي الجلد من الاحمرار ومن الالتهابات اللي بتسببها الشمس باكتر 30 مره او 50 مره اكتر من لو انا ما حطيتش الكريم خالص. معناه ايه؟ معناه ان انا لو جلدي عايز 10 دقايق عشان يحصل له احمرار او التهاب من اشعه الشمس، لو انا حطيت الكريم اللي هو الاس بي اف ال 30 بياخد اضرب بقى 10 في 30 ياخد 300 دقيقة. ماشي. وزي ما قلنا ان ال 50 ده هو اعلى حاجة موجودة في السوق بتعمل حماية. يعني للأمانة أي حاجة موجودة في السوق بعد كده 100 120 كله زي بعضيه. يعني لما تيجي تستخدم، لما تيجي تختار اختار ال 50 وخلاص. في بقى شوية أسئلة حابين نصححهم. إيه هي الأسئلة؟ في ناس بتقول هل استخدم كريم الوقاية من الشمس في الصيف بس؟ لا طبعا، لان الاشعة بتاعت الشمس بتاعت الصيف هي نفسها بتاعت الشتاء، فلازم استخدمه صيف شتاء، استخدمه على مدار السنة. في سؤال تاني، هل استخدم الكريم مباشرة قبل ما اخرج للشمس؟ لا، هو المفروض بيقعد على البشرة من ربع لنص ساعة علشان البشرة تمتصه امتصاص كامل، وبعدين ممكن اخرج للشمس. في سؤال تاني بيقول هل استخدم الكريم ده مرة واحدة يوميا؟ هو لأ، هو المفروض كل كريمات الشمس بتستخدم كل ساعتين، وعلى حسب طبيعة الشغل. يعني في واحد مثلا قاعد في المكتب طول النهار ممكن يستخدمه مرة الصبح وهو خارج الصبح. في واحد شغله بيتطلب انه يروح الشمس كده كل ساعة ولا كل ساعتين، فلازم يحط الكريم كل ساعتين. هل كريمات الشمس تتعارض مع انتاج الجلد لفيتامين د؟ ده سؤال مهم، لان احنا قلنا الاشعة ديت مهمة جدا في تكوين فيتامين د، بتساعد في تكوين فيتامين د من الجلد. لا، هو ما بتتعارضش. ليه؟ لان فيتامين د بيعتمد على حاجات تانية كتير في الجلد غير الاشعة. وفي نفس الوقت ان انا عشان استفيد من اشعة الشمس لازم اعرض كمية كبيرة من الجلد، واعرضها فترة مش كبيرة، من 10 ل 15 دقيقة كل يوم. اخر حاجة بقى، اختار نوع الكريم ازاي على حسب البشرة. والله لو البشرة جافة فبيبقى الكريم هو احسن شوية من اللوشن او من الجل. لو البشرة دهنية او مختلطة لازم اختار اللوشن او الجل، لان المكونات بتاعته بيبقى ما فيهاش زيوت، بيبقى اتاكد ان مكتوب عليها اويل فري عشان ما تعملش ومتزودش اللمعان وبتزود افرازات الزيوت والدهون في البشرة. ولو انا بروح مسبح كتير، الناس اللي بتروح المسبح لازم يبقى الكريم مكتوب عليه ووتر ريزيستنس، بحيث ان هو لما تنزل المية الكريم ما يتشالش بسرعة. يبقى الخلاصة وانا بشتري كريم الحماية من الشمس لازم اتأكد ان الاس بي اف اللي مكتوب من 50 وانت طالع، مش اقل من كده.
اتاكد ان مكتوب عليه بيحمل الاشعه UVA وUVB. ولو انا بشرتي دهنيه او مختلطه، اتاكد ان الكريم ان ده جل او لوشن اللي هو سائل، مش كريم. لو ان الكريم زي ما قلنا ينفع للبشره الجافه بس. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا سبسكرايب في القناة، واعملوا لايك، واعملوا شير عشان غيركم يستفيد. ولو حد عنده أي سؤال ممكن يسيبه في الكومنتات، وإن شاء الله هنجاوب على كل الأسئلة.